في صغرنا كل واحد كتكون عنده موهبه، كاين اللي كيكتشفها وهو مازال صغير وكيكمل فيها، وكاين اللي حتى كيكبر عاد كيعرفها. الشخص اللي معنا في الحلقه اليوم عرف الموهبه ديالو في سن صغير وقدر انه يحولها فقط من لعبه كتعجبه الى احسن لاعب في اللعبه. فنرحبوا كاملين بالحكومه كريم بنزيما. Attention, ladies and gentlemen. وتعادل جول بنزيما جول 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 كريم بنزيما على داخل منطقة الجزاء. 19 ديسمبر 1987 تزاد كريم حفيظ مصطفى بنزيما من أبوين من أصول جزائرية. حفيظ بنزيما هو وحيدة جبارة، وبالضبط في مدينة ليون الفرنسية. كريم كبر وتربى بين 8 الخوت، 3 الدراري فريد وصبري وغريسي، و5 الدريات صوفيا وليديا ونفيسة ولاتيسيا وسيليا. كريم كان من المحبين كرة القدم وهو مازال صغير، واللي كان أغلب وقته كيدوزو في كرة القدم مع خوه غريسي ولاد حومته. فكريم ماشي كانوا كيكملوا به الفرقه لحقاش كان صغير، فلا بالعكس، فراه كان حسن من خوه غريسي ولاد دربهم، وكان عزيز عليه يلعب كمهاجم ويماركي بزاف نسبة للقدوة ديالو زين الدين زيدان ورونالدو الظاهرة. بنزيما وصل للسن الثامن من عمره، طلب من الاب ديالو باش يسجلو في نادي برونتيرا ليون، فالاب تا هو ما كانش من العاكزين ووافق على الطلب ديال كريم متفائلا ان يصل للعالمية. فكريم من بعد ما انضم لنادي برونتيرا ليون سنة 1995 بدا كيطور المهارات ديالو في كرة القدم، وكان كيحلم انه يولي لاعب عالمي. فمن بعد سنة واحدة سجل بزاف ديال الاهداف مع النادي، وكانوا اصدقاء ديالو ملقبينه كوكو. وفي خلال مباراة بين فريقه وأولمبيك ليون كريم غيسجل هدفين، الشيء اللي غيخلي نادي ليون انجذب بالموهبة ديال كريم ويلتحق بأكاديمية أولمبيك ليون سنة 1996 وكان في عمره فقط 9 سنوات. تدرج كريم بين كل المراحل السنية في النادي أولمبيك ليون، وما يمكنش تسمع كريم لاعب شي ماتش وما فرقعش الشبكه ديال الخصم. فمن بعد ما سجل كريم 38 هدف للفئه تحت 16 سنه و12 هدف في 14 مقابله لفئه تحت 18 سنه، سرعان ما خلى المدرب بول ليغوين يستدعي كريم للفريق الاول ولاول مره، والفرحه كانت باينه ليه في عينيه. 15/1/2005 كريم غيلعب اول مباراه ليه في الفريق الاول واللي كانت ضد نادي ميدز، ودخل كبديل في الدقيقه 77 وساهم في الهدف الثاني للفريق. ورغم تواجد 5 مهاجمين للفريق فكريم ما استسلمش. من بعد مدة ديال عام ولا كريم بنزيما أول مهاجم للفريق، وكذلك أغلى لاعب في نادي ليون وعنده فقط 19 سنة. تتوج مع فريقه بدوري الفرنسي في كل المواسم اللي لعبها 7 مرات على التوالي من 2002 حتى 2008، وكان نادي ليون مسيطر في الدوري. للموسم 2006-2007 تتوج كريم بلقبين، هداف الدوري الفرنسي وافضل لاعب. فكريم اصبح موهبة خارقة للعادة وكل شيء ولا كيهضر عليه سواء في الواقع وحتى في المواقع. ولأول مرة غيتم استدعاء كريم للفريق الأول للمنتخب الفرنسي من قبل المدرب ريمون دومينيك يوم 9 نوفمبر 2006 للمباراة الودية ضد اليونان. فبسبب إصابة كريم انسحب من المعسكر الفرنسي. 28/3/2007 غنشوفوا بنزيما لأول مرة مع فرنسا ضد النمسا، ودخل كبديل في الشوط الأول، سجل هدف الفوز والوحيد في المباراة. بنزيما لعب للمنتخب الفرنسي في كل الفئات السنية، الشيء اللي خلى كبار الأندية العالمية يبغيو يحصلوا على خدمات بنزيما. فجاء اختيار كريم لبرشلونة، فدوز الاختبار وخضع لجميع الفحوصات الطبية، لكن سرعان ما تقطع الاتصال بين نادي الكتالوني وكريم بنزيما، الشيء اللي خلى كريم يجدد العقد مع نادي ليون إلى سنة 2013، والشيء اللي غيخلي كريم بنزيما صاحب أعلى راتب كرة القدم في فرنسا. في 2008 شارك بنزيما مع المنتخب الفرنسي في أول بطولة دولية كبيرة، فكانت بطولة اليورو 2008، وتم المنتخب الفرنسي ما حالفوش الحظ وغيتقسم من الدور المجموعات. 1 يوليو 2009 جا العرض اللي كيتسناه كريم بنزيما من نادي الملكي ريال مدريد. فمن بعد 9 أيام فقط اجتاز كريم بنزيما جميع الفحوصات الطبية واكتمل انتقاله إلى ريال مدريد بمبلغ 35 مليون يورو مع احتمالية رفعها إلى 41 مليون يورو في حالة تم تحقيق بعض الشروط، وبعقد يمتد ل6 سنوات. وغيتم تقديم أسطورة كرة القدم كريم ابن الدمة في ملعب برنابيو أمام أزيد من 15,000 مشجع للنادي الملكي. وكما أي مرحلة في حياتنا فضروري ما كيكونوا عراقيل،
واول تحدي واجه بنزيما هو ان في ريال مدريد كان المهاجم الاساسي للفريق هو غونزالو هيغوايين، فكيفاش بنزيما غادي يبين ما عنده هو بدا في دكه الاحتياط. مع ذلك صبر كريم وما استسلمش حتى غادي يتصاب اللاعب غونزالو هيغوايين، وتعطات الفرصه لبنزيما وما خصوش يضيعها وفرض راسو داخل الملعب. وفي نفس الموسم سجل بنزيما اول هدف ليه كرسمي مع الفريق ضد نادي خيريج. الموسم 2010-2011 كان افضل موسم لبنزيما مع ريال مدريد، سجل 32 هدف وتتوج معهم بكأس ملك إسبانيا، وكون ثنائية في نادي الملكي مع الدون كريستيانو رونالدو. فكريم كان أكثر صانع أهداف للهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو. ومن جهة مسيرته الدولية فكانوا خيبات كثيرة، ومنها عدم استدعائه لكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا بدون أي سبب، شيء اللي غيأثر عليه، فصبر وقال فيها خير. من بعد اليورو 2012 قدم بنزيما أداء لا بأس به، أما في كأس العالم 2014 في البرازيل قدم بنزيما أداء خيالي في دوري المجموعات، كان أفضل لاعب في دور المجموعات في كأس العالم وهداف للبطولة، ولكن ما طولاتش فرنسا وتقصات في دور الربع النهائي. ومن ذلك الوقت كريم غيوقعوا عليه مشاكل مع المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي ديشامب، والسبب هو ابتزاز صديقه في النادي ماتيو فالبوينو، الشيء اللي غيخلق ضجة عند الشعب الفرنسي ويتم الاستبعاد من اللائحة الرئيسية نهائيا. وزيادة عن ذلك فرغم اختيار بنزيما لاعب بقميص فرنسا عن قميص الجزائر. اعترف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن كريم لا يردد النشيد الوطني لفرنسا. 14 فبراير 2015 كريم غيتجاوز 83 هدف اللي وصل ليها الهداف كريستيانو رونالدو، وغادي يصبح كريم بنزيما أول لاعب في تاريخ ريال مدريد سجل أكبر عدد ديال الأهداف. والمشكل ديالو مع المنتخب الفرنسي فما زال ما تحل، فغاب على كل من يورو 2016 وكأس العالم 2018 بروسيا إلى اليورو 2020، واجتمع سريا كل من كريم والمدرب ديشامب وخلاو كاع الخلافات جانبيا وبداو صفحة جديدة بعد 6 أعوام من المشاكل. ففي عام 2018 بعد ما رحل كريستيانو رونالدو من ريال مدريد فبقى بنزيما هو الجوهرة ديال النادي الملكي ليصبح أول لاعب في النادي واللي غيسالي الموسم ب 21 هدف وغيتتوج بأفضل لاعب في الموسم بالنسبة للنادي. ففي الموسم 2021-2022 كريم غيبين عضلاته في كرة القدم، حيث سجل 8 الأهداف وصنع 7 أهداف في أول 6 مباريات في الدوري الإسباني، وغيحصل على جائزة أفضل لاعب إلى 17 أكتوبر 2022. كريم بنزيما غيحصل على الكرة الذهبية بعد ما غيتفوق على كل من ماني ودي بروين وليفاندوسكي سواء في تصويت الصحفيين ليه وحتى تفوق داخل الملعب. وهنا غادي نكون وصلنا لآخر الحلقة، فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك اي جديد، وما تنساوش تخليو لي في كومونتير شكون تبغيو تشوفوا في الحلقة الجاية. اديوس.